سنة أولى أمريكا، الحلقات اللي بنتكلم فيها عن الحياة في أمريكا وإزاي تستعد للحياة في أمريكا. فالنهاردة جاني أسئلة كتيرة جدا عن القناة، الناس بتسأل إزاي نسافر أمريكا. الحقيقة في طرق كتيرة جدا للسفر لأمريكا، فلو اتكلمت عليها كلها دي عايزة فيديوهات كتيرة جدا، بس خلوني أشرح لكم النهاردة إيه أهم الطرق اللي ممكن تساعدك إنك أنت تسافر لأمريكا وتحقق حلمك بالعيشة في أمريكا. أول طريقة وأشهر طريقة منهم هي طريقة اللوتري أو الهجرة العشوائية. الحقيقة اللوتري أو الهجرة العشوائية هي نظام حطها الحكومة الفيدرالية الأمريكية، وده نظام بيتيح للجميع إن هو يقدم على فيزا أمريكا، إن هو ياخد التأشيرة وياخد معاها كمان الجرين كارد أو كارت الإقامة الدايمة في أمريكا. والجرين كارد بيتيح لك كل الفرص إن أنت ممكن تعيش في أمريكا زيك زي اللي يحمل الجنسية الأمريكية بالظبط. طب إزاي بنقدم على اللوتري؟ اللوتري ليها ويب سايت واحد بس هحطه لحضراتكم على الشاشة. وأنا ليه بقول كده في البداية؟ علشان في ناس بتتحط في مواقف أو بيجي لها إيميلات أو بيجي لها تليفونات، في ناس بتقول لهم إن أنتوا كسبتوا اللوتري وهو أصلا ما بيكونش يقدم ولا يعرف حاجة عن الموضوع. ففي الغالب دي بتبقى عمليات نصب، أو مش في الغالب، هي عمليات نصب بالفعل يعني. فاللوتري ملهاش غير ويب سايت واحد بس اللي هيظهر قدام حضرتك على الشاشة. ده موقع بيفتح كل سنة في شهر 10 أكتوبر، بيبقى تقريبا في الفترة ما بين 5 ل 7 أكتوبر بيفتح الويب سايت ده، وبيقعد لمدة 30 يوم. حضرتك بتقدم على اللوتري، سواء انت او لو كنت متجوز بتقدم كمان انت وافراد اسرتك. يعني ممكن تقدم لو انت سنجل، وممكن تقدم لافراد اسرتك كلهم اللي تحت سن 18 سنة، يعني الزوج والزوجة والاولاد اللي تحت سن 18 سنة. ده بالنسبة للحاجة الاولى اللي هي اللوتري. اللوتري فري، ما بتحتاجش اي حاجة، ما فيش اي فلوس بتدفع عليها. ايه الكواليفيكيشن اللي مطلوبة؟ السن، ان سن حضرتك ما يكونش ازيد من 62 سنة. وبالنسبة للأطفال أو للي هيقدم سنجل، سنه ما يقلش عن 18 سنة. التعليم لازم يكون حضرتك معاك بحد أدنى من التعليم ما يقلش عن الثانوية العامة أو ما يعادلها في بلدك. دي الشروط بس بتاعة اللوتري، بتقدم عليها والنتيجة بتظهر في شهر مايو اللي هو شهر 5. ولو انت اتقبلت تمشي في الإجراءات بتاعة التأشيرة لأمريكا، ودي بتبقى البوابة بتاعتك ان انت تدخل تاخد التأشيرة لأمريكا، تدخل كمان بالجرين كارد او بطاقة الإقامة الدايمة في أمريكا. دي أول حاجة أو أول طريقة ان انت ممكن تسافر بيها أو انك تهاجر بيها لأمريكا. في طرق تانية زي الدراسة. الدراسة ان انت ممكن بتقدم على جامعة انت تطلع تكمل فيها دراستك، شرط ان لازم تكون الجامعة دي ملهاش فروع في بلدك، او مش متوفر الدراسة بنفس الحاجة دي بنفس الجامعة دي جوه بلدك. يعني بتقدم على مجال ما يكونش موجود علشان تقدر تحصل على التأشيرة. بتسافر بتقدم على التأشيرة، لازم يجي لك الاول موافقة من الجامعة اللي انت بتقدم لها. يعني انت مقدم على انك تدرس مثلا في جامعة امريكية، والجامعة دي بترد عليك وبيتم مراسلتكم مع بعض، وبيتأكد ان يكون الشروط بتاعتك الجامعة موافقة عليها، او الشروط اللي طلبها الجامعة متوافرة في حضرتك. وبعد كده بتاخد الاوراق اللي بتبعتها لك الجامعة، ولازم يكون عندك كشف حساب كويس جدا يثبت ان انت طول فترة الدراسة هتقدر تغطي مصاريفك الدراسية. وكمان بيكون عندك مثلا حاجات بتقول لهم ان انت هتقدر ان انت في خلال فترة اقامتك جوه امريكا هتبقى ملتزم. ميزة الموضوع ده كمان انه مش بس بيبقى دراسة، ده كمان ممكن يتيح لك انك تشتغل لمدة 20 ساعة في الاسبوع اللي هو بارت تايم جوب، او بيسموه الستودنت جوب، انك تقدر كمان تشتغل جوه وانت بتدرس. طب ايه الميزة ان انت تاخدها؟ ان انت بتاخد شهادة من امريكا، دي اول حاجة. تاني حاجة ان انت ممكن لو لقيت فرصة عمل انك تقدر ان انت تكمل جوه امريكا، وتقدر ان انت تحول الفيزا بتاعتك بعد كده من تأشيرة دراسة لتأشيرة عمل، وممكن بعد كده تبقى في خطوات اكتر وتاخد الجنسية وتكمل حياتك فيها. في تاني نوع. تالت نوع انك ممكن تاخد تأشيرة بتاعت الزواج. لو حد مسافر، سواء في بنت جالها عريس من بره او العكس، وبيبقى عندك الطرف الثاني مقيم جوه امريكا، بتقدر انك تقدم على تأشيرة الزواج، ودي بيبقى ليها شوية اجراءات واوراق السفارة بتقول لحضرتك عليها. وبعد كده لما بيتوافق على حضرتك بتاخد التأشيرة وبتسافر على امريكا،
وبعد كده بتقدم على الجرين كارد وبتاخد بطاقه الاقامه الدايمه، تقدر من خلالها بعد كده ان انت تقدم على الجنسيه وانك تكمل حياتك في امريكا. في نوع تاني بالنسبه للناس اللي هي بيبقى عندها راس مال، اللي هي تاشيره رجال الاعمال. لو انت عندك بيزنس في بلدك وحابب ان انت تنقل البيزنس ده او تفتح فرع ليه في امريكا، فانت بتقدر ان انت تقدم في امريكا، وتقدر ان انت بتبين الاوراق او المستندات ان انت عندك حاجه تخليك ان انت تقدر من خلالها بعد كده انك انت تفتح بيزنس هناك. بيتطلب منك اوراق معينه، بيطلب منك ان انت يكون عندك مثلا سجل تجاري، بطاقه ضريبيه، عندك اوراق تثبت ملكيتك للبيزنس ده. وبعد كده ان انت بتقدر ان انت تمشي في اجراءاتك ان انت تقدر ان انت تاخد تاشيره اقامه رجال الاعمال في امريكا وتاخد على اساسها الجرين كارد. ولكن زي ما قلت دي بتتطلب ناس يكون عندها راس مال، يعني بتحتاج ان انت يكون عندك مبالغ كبيره جدا. انا مش هقدر احددها بالظبط لان هي بتتغير من وقت للتاني، لكن تقدر تشوفوها على الويب سايت بتاع السفاره اللي حضرتك في الويب سايت بتاع السفاره، او تدخل على الويب سايت بتاع الهجره الامريكيه يعني، وهي هتبان اكتر عليك ايه هي المبالغ اللي محتاجه تكون عندك راس مال انك تقدر تبدا بيها في امريكا. في بعض الناس بتاخد طريق تاني اللي هو الخامس طريقه من الطرق المشهوره، يعني هو في طرق كتيره بس انا بقول لكم يعني اشهر الطرق. في طريقه تانيه كمان مشهوره وهي طريقه السياحه، ان في ناس بتقدم على تاشيره سياحه ان هو بيجي امريكا ان هو سايح، وبعد كده بيدخل جوه امريكا وبيحاول ان هو يغير من وضعه او من وضع الفيزا اللي معاه، سواء بقى ان هو بيدخل بيقدم على دراسه او بيدخل ان هو يلاقي عمل فبيغير التاشيره بتاعته من سياحه لعمل او من سياحه لدراسه. في بعض الناس اللي بيبقى عندها بعض المشاكل جوه بلدها ان هو مثلا بيعمل قضيه لجوء سياسي او لجوء ديني ايا كان، بس دي بتبقى طريقه يعني فيها نسبه من المخاطر شويه، ولكن هي طريقه برضو موجوده من الطرق المشهوره جدا اللي الناس بتدخل بيها امريكا. دول اهم 5 طرق او اشهر 5 طرق للناس اللي بتحب ان هي تسافر امريكا. طبعا كل حاجه لازم تكون مستوفي فيها الاوراق بتاعتها ومستوفي فيها المستندات بتاعتها، والاهم من كده انك انت تكون مستعد وجاهز لموضوع السفر من حيث اللغه، من حيث الماده، من حيث حاجات كتيره. فدي اهم الطرق ممكن تدوروا عليها. ولو عندكم اي استفسار من فضلكم سيبوه لي في التعليقات تحت الفيديو في اليوتيوب، وانا اكون سعيد جدا ان انا اجاوب عليكم في ضوء طبعا المعلومات المتاحه بالنسبه لي يعني. واكون سعيد جدا لو انت اول مره تتفرج عليا، فيا ريت تشترك في القناه، تعمل علامه سبسكرايب وتفعل علامه الجرس علشان تجيلك الفيديوهات الجديده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير علشان الناس تقدر ان هي تتابع القناه بتاعتي. بشكركم جدا واهلا بيكم في سنه اولى امريكا. كان معاكم ايمن.